بسم الله والسلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم مريم ديزات. صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلوات والسلام. شاهد شاب تونسي يقول: جئنا إلى ليبيا ضمن قافلة صمود حاملين رسالة إنسانية، لا نحمل سلاحا ولا شعارا سياسيا، فقط قلوبنا تنبض من أجل غزة وأرواحنا تتوق لكسر الحصار عن أهلنا هناك. الشعب الليبي في غرب البلاد استقبلنا بترحاب كبير، فتحوا لنا بيوتهم وقلوبهم وكانوا معنا خطوة بخطوة، لكن حين اقتربنا من مناطق سيطرة قوات حفتر تغير المشهد تماما. تمت محاصرتنا ومنعونا من التقدم وحرمنا من الطعام والشراب، وكأننا خصوم أو أعداء لا متطوعين في مهمة إنسانية. ما حدث لا يمكن السكوت عنه، وهذه شهادة للتاريخ. تابعوا معنا وشاهدوا بأنفسكم ماذا حدث لقافلة جاءت فقط باسم الضمير والإنسانية. تابعوا معنا خوتي الفيديو حتى النهاية. الله غالب اصحابي، رانا تعبنا، الاكل ما وصلناش، ولينا مانيش عارف، احنا ولينا في اسرائيل، معناها حتى احنا ولينا اعظم من غزه، محاصرين على الماكله، مانيش عارف باش نحكي، مانيش عارف باش نقول، مانيش عارف شنو باش يصير لنا، مانيش عارف ان شاء الله ربي يسترنا. نقول هذا نداء السيد الرئيس قيس سعيد، نداء العمي تبون بالرسمي، رانا تقهرنا تو، ما عادش فيها تو. تحيه لليبيه ومصراتة والزيتين ولا ربي وطرابلس، ربي يبارك لهم. يا خويا مانيش عارف على حفتر وجماعته، يا خويا نكلوا بينا. انا باش نقول الحق والناس الكل توصل ميساجنا. هاي المساعدات ولينا احنا كي غزه، شفتوا غزه اعظم من غزه، عايشين اعظم من غزه، حدود سرت ولينا اعظم من غزه. حشاء مواطنين ليبيا كله كشرفاء، رانا عايشين اعظم من غزه، والله عايشين اعظم من غزه. تعرف اعظم من غزه؟ طلبنا فزع من خوتنا جماعه طرابلس وجماعه مصراتة، ابعثونا الغذاء. جتنا قفلات كبار نتاع غذاء، ما علينا اذا وصلنا غاديك البوابه سرت وين القافله موجوده، وين حتى فرنسيه، وين القافله موجوده نلقوا رتل جيش حفتر كل موجود غاديك. معناها حنايا من القافله 100 كهرباء ما دخلناش القافله، تو القافله محاصره بالجيش نتاع سرت. معناها المساعدات ما وصلتش، الماكله ما وصلتش، اصغار موجودين غاديكا، نساء مرضى غاديكا، ورجال كبار انه ما وصلهم حتى شيء. اي احنا كقافله صمود وقافله باش يشجعونا، وقافله ما عادش تحكي لي على اسرائيل، اسرائيل هاي موجوده على الحدود اللي عندنا احنا، ما عادش تحكي لي على اسرائيل، ما عادش تحكي لي سياسه السيسي وسياسه بن زايد ولا بن ناقص. حتى مشير حفتر خطيه انسان نحسه معناها مامور ب صح. خوتنا الليبيه رانا عائله واحده، راهي قافله نتاع صمود. اي وش ذنبنا احنا شنو عملنا؟ اي معناها 24 ساعه معناها باش تشدونا قافله، معناها 24 ساعه باش تعطونا الاذن، معناها رانا تو وصلنا 24 ساعه معناها محاصرين. تو القافله شنو؟ باش نحكي لكم توانسه شنو اللي صار بالضبط، او باش اللي في بالكم باش نحكيه اليوم، اللي ما حبش نحكيه باش نحكيه. جونا الصباح الجماعه مانيش عارفين تابعين، مانيش عارف باش نحكي جيش، نحكي حكومه، مش عارف باش نحكي، انا مانيش فاهم شيء. لا يجونا الصباح تحسهم يستفزوا فيكم الساعه الصباح، هذوما جماعه حفتر وجماعه يستفزوا فينا الصباح. اسكتنا قلنا يا خويا خليهم، يا خويا ان شاء الله ربي يهديهم. باش نقول لكم حاجه اخرى، نقسم بالله العظيم اطلبوا اي واحد من القافله. جاء واحد قال جوزونا واحده تونسيه زعما باش تلحم، فهمتني ولا؟ الاخر يحل في الجرقه نتاعو من غاديك، انتم باش تحرروا فلسطين. انا نوع استفزاز هذا الصباح ما حبيش نحكي فيه. باهي القيله مساعدات جتنا من سرت، حبسوها، قصوا النات مره واحده، قصوا الريزو على البلاصه هذيك طول، ما عادش فما ريزو اصلا موجود. انواع التنكيل كلها، شوف سيستم اسرائيل عملوا هنا لنا احنا، مازال جايك العشيش شنو صار؟ معناها رانا خيونكم في الدين، خيوة مسلمين. معناها قافلات جتنا من سرت القيله ما خلوش تدخل حتى قافله. العشيه تنوريكم الفيديو، استنوا الفيديو من بعد، استنوا الفيديو. معناها يا ادي جابدين سلاح حصل علينا، جابدين سلاح علينا يا ابو قلب. بتقول اسرائيل تقول يهودي دخله يا ابو قلب.
جتنا القافله من مصراته الله يبارك لهم ان شاء الله، قافله كبيره ما شاء الله فيها الخيرات وكل هيك. احنا مانا بعيد على البلاصه 50 كيلومتر باش نعدوكم اليسار. جينا ماشيين باش يهبطونا خوتنا في مصراته، يهبطونا الماكله. عباد جو انا جيعان اليوم، انا اليوم ناكل في خبز يابس، نقسم بالله العظيم ناكل في خبز يابس وقلت ما يسالش. خوتنا في غزه جوعانين، حتى يا خويا ما يسالش حتى احنا نجوع، نصبروا عادي. وديجا قبل لا قلت لا جيعان لا شيء، نحكي نقسم بالله نقسم بالله نقسم بالله ولا يروح بيا سالم. كان زدت حرف عليهم يزيد علي يا ربي يزيد علي يا ربي نار جهنم وكلك. هاني ماشي على نيتي وماشي على شرفي اني باش ندافع على القضيه الفلسطينيه. كان زدت حرف عليهم وكلك يستفزوا فينا في استفزاز. سيدي القافله فرحانين من مصراته باش يجيبوه غاديك. يا جماعه سرت يرحم والديكم، والله وفيتوا بنغازي. يا جماعه سرت وفيتوا يرحم والديكم. حابين يجيو قافل حبسوها الماكله المساعدات، حبسوها قبل تدخل لنا احنا المساعدات. ما يسالش فزعه نتاع رجال مصراته وطرابلس وزلاتين وكل تاع مصراته، ولا هبطوا لنا فيلق تاع الجيش ما عمره ما شفناه. قول يهود في بعضنا، فيلق نتاع الجيش نقسم بالله قول لنا في ليبيا. برا سيدي قلنا ما يسالش، حمايه يا خويا ما يسالش، امور سياسيه ما بين الليبيين مع بعضهم ما يدخلناش يا خويا. ان شاء الله ان شاء الله ربي يفك صراحهم الزوز ان شاء الله، وان شاء الله ربي يوحد ليبيا. قلنا خويا احنا تابعين القافله وخاطينا في السياسه دي، عندهم مشكله سياسيه ما يسالش يا خويا. قال لك يا خويا يرجعوا لنا هذوكم تو ندخلوكم المساعدات. امشوا يرحم والدي مش جماعه مصراته كل هيك، رجعوا وخروا كل التل. الساعه ناكلوا مراه، الساعه مراه تبع القافله. كما جاش راجل من رجال مصراته الباقي دزوها بجاه ربي تكلم دزوها ولا. وديجا الفيديو موجود، الفيديو موجود، ادخلوا على الفيديو موجود من القافله العشيه. شوف الراجل كيفاش مشى يجري ويجبد فيها. والله راجل من مصراته لا خلى حرمه بنت بلادي تتمس. هذا كون شوفوا قدام عينينا راه ما يسالش. قالوا لنا سيدي المساعدات ما دخل ما كلوا شيء يا جماعه من الصباح. تصور انت من البارح ما فماش ماكله اصلا. من البارح خلي نموت ونقول من حقه نموت. انا مخوف كم من ربي، انا صادم على الموت. شوف الموبايل. لا هو هذا يتكلم فينا. انا راني مادام جاي هنا وجاي راني جاي على قضيه. انا كلمه الحق نقول، حتى حفتر خطيه من السيسي الكلب هذايا وبن زايد والامريكان. راه احنا وش هي يهمتنا؟ باينين قافله تاع صمود بين الغزه، نلقوا اسرائيل ما في وسط ليبيا. ترى شيء يحبس المخ. ما عندنا حد شيء، عندنا كانوا ربي. نكمل الموضوع. قالوا لنا خويا ما ندخلوا المساعدات كان كي يبعدوا علينا جماعه مصراته. هم مواطنين عاديين فما لا سلاح شيء. يا خويا خذوا بخاطرنا جماعه مصراته ورجعت القافله كامله، اشترها رجعت في القافله. قال لك يا خويا حطوا في كرهبنا، هاي الخبز، هاي قافله، هاي الخبز، خبز كل رجعها، هاي الخبز، قافله كامله. هاي الحليب يا غرز، قافله كامله معناها حطيناها في كرهبنا التوانسي، كرهب القافله. قلنا احنا ما يسالش، قلنا احنا ما يسالش امور سياسيه، احنا ما عندنا دخل. لا مش وقتها صاحبي، سيء مش مازال فينا احنا رانا باش نحكي لكم بعد تقول. شوف يا قلبي احنا مادام خارجين من تونس وماشيين قافله صمود باش نحرر خوتنا في غزه، كان باش يصير لنا احنا كيما صار لغزه اخويا على الدنيا سلام. انا نقول كلمه وراسي قصه كان ربي. مش انا معاكم يا سيدي، امشوا جماعه مصراته راجعوا مساكين. هيا يا خويا دخلونا هنا توانسه توا، هنا تبعي القافله. لا قالك حتى جينا اذن يا ودي راهم جماعه جواع لا فما لا مال ماكله. تصور انت براج علينا حنايا وبراج على القافله، معناها القافله شادينها منا وشادينها منا. احنا تبعين القافله ممنوع علينا الدخول، ممنوع علينا الدخول. تو ندخلوكم بعد يقول لك لا تو غدوه ندخلوكم. هي احنا شنو ذنبنا؟ علاش هذا كل الهرس الذي كله عليه؟ المواقف هذه احنا جايين فرحانين من راس جدير، استقبال ما شاء الله، قل الله وحد، معناه الناس الكل فرحانين. علاش نوصلوا لسرت معناها بوابه سرت يصير فينا هيك؟ رانا ما تكلمناش، تكلمنا كان بعد 24 ساعه. مفاوضات شنو باش نعملوها مع بعضنا؟ يا اخي احنا تشوف فينا عندنا اسرى باش نعملوا مفاوضه. مانيش باش نضر غيري، كلمه الحق نقولها. يا اخي مش نسكم معلومه، اعطيني حلك مش باش نوصل المعلومه. رانا سكتنا ما عادش فينا،
راه من الصباح الشيء هذا موجود. في قافله جايه من سرت معناها من جماعتهم هم مواطنين جايبين لنا ماكل، ايش نعملوا؟ نموتوا بالشر ما نتكلموش معناها. طيح بالفراغ. هاي هاني سكت اخوي، باهي اعطونا حل ايش نعمل. في الأخير نحن جئنا من بلدان مختلفة فقط لنقف مع أهل غزة ولنوصل رسالة إنسانية بسيطة. لم نكن نتوقع أن يمنع عنا الماء والطعام وأن نعامل وكأننا خطر. هذا ما قاله الشاب التونسي. رغم كل شيء ما زلنا مستمرين ولن نتوقف. قافلة الصمود ستمشي لأن رسالتها صادقة ومن قلب الشعوب. شكرا لكل من ساندنا، ونتمنى أن يصل صوتنا لكل من لا زال يؤمن بالحق والعدل. شاركوا هذا الفيديو وخلي العالم كامل يعرف الحقيقة. شكرا لكم خوتي على مشاهدة الفيديو، وما تنسوش الصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلوات والسلام.